السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ اللي كلمني أمس ويروي لي قصة وفاة زوجته ووفاة أهلها حتى بعد موتها. توفيت زوجتك تقريبا بعد سنة من زواجكم بسبب خطأ طبي وولادة مبكرة، وتقول إنك تحبها حب، تقول لي إنك تحبها حب شديد وما زلت تفكر فيها، وكل يوم تفكر فيها وفي كل صلاة تدعي لها، وإذا ما دعيت لها في الفريضة تصلي نافلة عشان تدعي لها. أي وفاء هذا؟ والله إنك وفي، ولو فيها في هذا الزمان قليل. سبحان الله، ترى بطبيعة الحال الرجال بطبيعة الحال يعني الأزواج أقل وفاء إلا من رحم الله لزوجاتهم، أما الزوجات فهم أوفى، لكنك أنت من القليلين. ذكرتني النبي عليه الصلاة والسلام كان وفي لخديجة، وفي حتى بعد موتها، ولا تزوج عليها إلا يوم ماتت. يوم ماتت تزوج صلى الله عليه وسلم. حتى كان صلى الله عليه وسلم من وفائه لخديجة يذبح الشاة ويأتي بالطعام ويقول اذهبوا لفلانة اذهبوا لفلانة، صديقات خديجة. تأتي مرأة عجوز إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام لها: كيف حالكم؟ كيف أنتم؟ كيف صرتم بعدنا؟ تستغرب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إقبال النبي عليه الصلاة والسلام على هذه المرأة العجوز. قال: هذه كانت تأتينا زمان خديجة. أي وفاء هذا! فأنا أغبطك لهذا الوفاء اللي عندك ما شاء الله تبارك الله. أيضا المرأة هنيئا لها بدعواتك وصلواتك عليها. الله عز وجل إذا قبض صفي العبد، قال بعض أهل العلم الولد، وقال بعض أهل العلم يدخل فيه كل من يحب الشخص. قال الله عز وجل للملائكة: ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. قالوا: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فالحمد لله على كل حال. أيضا ماذا يصل لزوجتك؟ أقول: يصل لها استغفارك، دعائك لها، صدقاتك، الأعمال الصالحة تصل لها. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات من الله عز وجل عليك، ما قال صلاة، صلوات ورحمة من الله عز وجل عليك لأنك صبرت. والله عز وجل سمى الموت مصيبة، قال: حتى إذا أصابتكم مصيبة الموت، سماه مصيبة. مصابك عظيم، جزاءك عظيم إذا صبرت على هذه المصيبة. أدري لك ذكريات جميلة معها، جميلة. يعني تخيل تجلس في مكان تقول فلانة جلست معها في المكان، فلانة تعشيت معها في المكان. شفت الذكريات الجميلة هذه؟ كل ما قرعت خاطرك ادعي لها. مرت بينكم مشاكل وكذا، أنا عارف أنك ندمت عليها الحين ورفعت صوتك عليها، تتمنى ذيك الأيام ترجع بس تقول ليتني ما زعلت فلانة، صح ولا لا؟ برضيها، الله بيرضى عليك إذا رضيت بقضاءه وقدره. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، فالحمد لله على كل حال. النبي عليه الصلاة والسلام يوم توفي ابنه إبراهيم دمعت عينه وقال: إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك لمحزون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فالحمد لله على كل حال. يصل للأموات منا الدعاء. أمواتنا اللي فقدناهم، سواء هذا الأخ اللي فقد زوجته الله يجمعه وإياه في الفردوس الأعلى، أو إنسان فقد له حبيب أو غالي، ادعي له الآن، محتاجك ترى والله. رجل يوم القيامة يرى حسنات عنده عظيمة فيقول: ربي من أين لي هذا؟ لأن ما عنده، انقطع عمله، توقفت حسناته عند حد معين. والله عز وجل من استغفار ابنك لك الحديث: أو ولد صالح يدعو له. اللي فقد له زوج، اللي فقد له أب، أخ، أي غالي، محتاج لدعائك. نسأل الله يجمعنا وإياكم بالفردوس الأعلى من الجنة، نحن وأمواتنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. أسأل الله أن يجبر بخاطرك ويجبر بخاطر كل من يشوفنا.